مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بقى، عشان احنا في صيام العذراء وكده. فهعمل معاكم قرص العذراء بطريقة سهلة وبسيطة. هعمل معاكم كيلو دقيق، ودي المقادير بتاع كيلو الدقيق. لو عايزين بقى تزودوا 2 كيلو 3 كيلو، بتزودي نفس المقادير بقى بالظبط زي ما هنتابع مع بعض. وتقدري تعجني القرص بتاعه العذراء بايديكي، مش لازم عجان، بس انا عشان عندي العجان فبعملها. اول حاجه انا نخلت الدقيق ده كذا مره، مرتين 3. جبت باكو خميره وحطيت عليه معلقه سكر. احنا هناخد كوبايه سكر، ومن كوبايه السكر دي هناخد معلقه خميره، وهندوبها في ربع كوبايه ميه. هندوب كده الخميره بتاعتنا في ربع كوبايه ميه. ميه تكون دافيه، الميه بتاعتنا تكون دافيه، مش سخنه قوي. والدقيق بتاعنا نخلناه، ومش شرط ان احنا نعجنه في العجان. لو ما عندناش هنعمله على ايدينا عادي جدا جدا. وتابعوا بقى معايا الخطوات. الفطير ده يا جماعه هيعجبكم، وممكن كمان نعمله في الايام العاديه، ونحشيه كمان باي حشوات احنا عايزينها. هي نفس الطريقه، وتقدروا تحطوا فيها اي حشوه انتوا عايزينها. انا هنا ببتدي اخلط الخميره مع السكر مع الميه، الربع كوبايه ميه، والكوبايه اللي هنعاير بيها كل حاجه، كل المقادير بتاعتنا. بصوا لازم كده ادوب الخميره بتاعتنا. احنا بنعمل كده الخميره ونركنها على جنب عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا سليمه وشغاله، عشان ما تبوظلناش الدقيق بتاعنا. هنحط بقى على الكوباية، هنحط على كيلو الدقيق كوباية زيت. هنحط كوباية زيت على كيلو الدقيق بتاعنا. في بقى خطوة بنعملها، في كوبايتين مية بيكونوا سخنين، بنحط عليهم كوباية السكر بقى، إلا معلقة السكر. بصوا بجيب كده برضو بولة، وبحط فيها كوباية السكر. بحط فيها كوباية السكر بتاعتنا، وهحط فيها كوبايتين مية سخنين، وهقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما السكر بتاعنا يدوب. بصوا انا كده بحط السكر، وهحط بقى المية اهي. دي كوباية السكر بتاعتنا الا المعلقة. وبجد يا جماعة هيطلع معاكم جميل جدا جدا. وتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا المكونات والطريقة، هتعجبكم جدا، وهيطلع طري وجميل، وهيعجب أولادك. أنا بجد لما عملته عجب أولادي جدا جدا. وتقدري تعمليه في أي وقت، بدل ما بنروح نشتري القرص غالية من بتاع العيش الفينو والكلام ده كله. لا، احنا هنعملها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة، وبكيلو دقيقة هتطلعي كمية زي اللي هتشوفيها معايا دلوقتي. بجد الطريقة جميلة وسهلة. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. انا هنا كده بقلب السكر كده مع المية، بدوبها. وبعد ما هدوب بقى السكر مع المية هركنه برضو على جنب، وهنمشي مع بعض الخطوات، وهنعمل مع بعض الطريقة سهلة وبسيطة. وتابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل الخطوات، وهنعمله في البيت. بجد مش هتحتاجي بعد كده في اي وقت تشتري قرص لاولادك من بره. كفاية ان انت عاملة الحاجة وبنظافة، وفي نفس الوقت من كيلو دقيق هتطلعي كمية حلوة جدا لأولادك. انت عارفة القرصة بقت غالية جدا في عند بتاع العيش الفينو في المحلات وكده. فاحنا بقى بقولك بطريقة. بصوا العجينة ابتدت الخميرة، بصوا بتبتدي بقى تتفاعل معانا زي ما انتوا شايفين كده. معنى كده ان الخميرة بتاعتنا سليمة، دي اللي هي الخميرة الفورية. وادي بقى ركنا المية والسكر على جنب. ده الدقيق بقى بتاعنا، هنحط عليه معلقة بيكنج باودر عشان العجينة بتاعتنا تنفش كده وتبقى جميلة. بصوا هنحط عليها كده معلقة بيكنج باودر، وهنحط رشة ملح على الدقيق بتاعنا. هنحط كده رشة ملح، وبعد كده هنعاير كوباية زيت
بالمج اللي احنا عايرنا بيه المية بتاعتنا والسكر والكلام ده كله، نفس الكوباية. هنحط بقى على الدقيق كوباية زيت. طبعا لو ما عندكيش عجان هتبتدي تبسي كده في الدقيق لحد ما هوريكم عايزة يطلع شكله ايه. دي كوباية الزيت بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نحطها بقى في العجان ونبس بقى فيها كأننا بنبسها بايدينا. لو ما عندكيش بقى العجان زي ما بقول لكم هنشتغل بايدينا عادي جدا، نبس بقى العجين بايدينا لحد ما القوام بتاعنا يبقى عامل كده زي الرمل، يبقى رملي كده، قوام رملي وجميل زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي. بس بصراحة يا جماعة العجان سهل عليا كتير في اي بقى معجنات، في اي كيكات، في اي تورت انا بعملها، في اي حاجة. فبجد هيسهل عليكم كتير جدا جدا. وانتظروني كمان في فيديو هعمل معاكم تورتة جميلة جدا جدا. التورتة دي هتكون بمناسبة عيد ميلاد ابني. عيد ميلاده يوم 22/8، فانا حبيت افرحه كده وقلت اعمل له تورتايه، وان شاء الله اجيب معاكم كده ايه التورتايه بالمقادير المظبوطه بالجناش الاقتصادي. هتعجبكم جدا جدا وهتعرفوا معايا بالخطوات، وهتقدري بقى تعمليها لاولادك في البيت بدل ما بتروحي بقى تشتري تورته غاليه. هنا بقى الدقيق بتاعنا احنا بنبسه كده، بصوا بيبقى عامل معانا زي الرمل كده، زي الحبيبات الرمليه. بصوا هو ده اللي انا عاوزاه للدقيق بتاعي. هضربه كده كمان ضربة زي ما هنشوف كده مع بعض. لو انت بقى هتعملي في العجان هتعملي بنفس الطريقة. لو هتعملي على ايديكي هتبسي الدقيق بايديكي لحد ما تلاقيه كده بقى ايه عامل زي حبيبات الرملة معاكي. وبطريقة سهلة وبسيطة هتعملي بقى فطير العذراء او فطير الملاك. وكل سنة وانتم طيبين بقى يا جماعة. بجد من اجمل الوصفات اللي بعملها معاكم على القناة، واول مرة اعمل معاكم الفطير بتاع العذراء. بصوا ده بقى القوام اللي انا عاوزاه. بصوا بقى عامل كده زي الحبيبات الرملية. وامشوا معايا الخطوات خطوة بخطوة هتطلع معاكم مظبوطة وطرية وجميلة جدا ومش مكتومة. وتابعوا معايا بقى الفيديو للآخر هتستفيدوا منه جدا جدا. بصوا انا بقلبها بس بالاسباتولا عشان كل المكونات تختلط ببعض. بعد كده هجيب بقى، بصوا العجين، بصوا الخميرة اختمرت بقى معانا. بصوا كده تعرفوا ان الخميرة بتاعتنا ناجحة وجميلة. هنبتدي نحط بقى الخميرة على الدقيق بتاعنا. بصوا هنحط كده الخميرة على الدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي نضرب في العجان. طبعا ايه لو بتضربي بقى بايديكي هتعجنيها بايديكي. هي بس خطوات كده هتمشيها وتتبعي الخطوات هتطلع معاكي جميلة جدا جدا. الطريقة دي بقى يا جماعة هتطلع معاكي فطير العذراء طري وجميل ومش مكتوم. وهنشوف مع بعض قد ايه هيبقى جميل معانا لو اتبعتوا بقى الخطوات اللي انا بقول لكم عليها. والمقادير والطريقة هسيبها لكم في صندوق الوصف علشان اللي حابب يدخل ويشوف المقادير ويشوف الطريقة هيكتب المقادير وهيكتب الطريقة ويسجلها عنده ويمشي بقى بالخطوات خطوة خطوة زي ما انا عاملة بقى في الفيديو. انا كده ببتدي هعاير بقى بالكوباية كوبايتين المية اللي فيهم ايه السكر اللي احنا كنا راكنينهم على جنب. المية بتاعتنا قلنا تكون ايه سخنة، مش بتغلي يعني، تكون عادية كده عبال ما احنا بقى ايه بنخلص الخطوات بتاعتنا بتكون ايه دفيت كده بقت كويسة. فبجد الطريقة دي يا جماعة هتعجبكم. والتورتة اللي هعملها معاكم تورتة اقتصادية جدا جدا وجميلة وبمكونات اقتصادية. حتى جناش الشوكولاتة عامله لكم جناش اقتصادي من غير بقى شوكولاتة ولا اي حاجة بجد. وهتعجبكم جدا جدا. وتقدري بقى تعمليها في عيد ميلاد اولادك، عيد ميلاد جوزك، عيد ميلادك، عيد الحب، في اي مناسبة عندك هتعمليها
وهقول لكم بقى ساعتها المقادير بالظبط والمكونات والحاجات دي بتجيبيها منين وبنستخدم ايه. انا حطيت كده كوباية مية وهبتدي اعجن الخليط بتاعي في العجان. المية بننزل بيها تدريجي عشان نشوف مع بعض القوام بتاع العجينة. قوام العجينة بصوا، ادي كوباية المية. هنحط بقى تدريجيا المية بتاعتنا، هنفتح العجان وهنحط بقى كوباية المية تدريجي كده ايه، حبة بحبة، لحد بقى ما العجينة بتاعتنا القوام بتاعها هتشوفوا عامل ازاي. لان العجينة دي بتبقى طرية شوية، انا ببتدي بصوا ازود شوية بشوية كده في العجان بتاعي، لان احنا عايزينها تبقى مش مكتومة ولا ماسكة كده في بعضها، عايزينها تبقى طرية كده زي ما هتشوفوا معايا. بجد من اسهل الطرق اللي هتعمليها وهتجربيها لاولادك وهتعجبكم جدا جدا بجد، وموفرة عليكي في البيت ان انت بقى بعد كده تعمليها لاولادك بدل ما تشتريها من الفرن. لا، انت بتعمليها في البيت لاولادك. هنا بقى زي ما قلت لكم الميه بنزودها حبه بحبه كده عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني على حسب بقى امتصاص السوائل بتاعه للدقيق اللي انت جايباه. هاتي النوع اللي انت تفضليه يعني، وكده يكون بتاع جميع الاغراض. انا لما باجي اعمل صراحه كيكات او كده بجيب الدقيق اللي هو الضحى، اللي هو الضحى. ممكن بقى في معجنات زي كده لو ما عنديش بجيب برضو دقيق نوع نضيف برضو مش وحش. بصوا ببتدي بقى اكمل بقية المية بتاعتنا زي ما هتشوفوا كده. ودي العجينة بقى بتاعتنا بعد ما عجناها. لو هتعجنيها بايديكي هتعجنيها بتاع 10 دقايق كده ولا 12 دقيقة على ايديكي. بصوا ده القوام كده بتاع العجينة بتاعنا اللي احنا عاوزينه. هتكون بتلزق شوية زي ما قلت لكم ولازم تبقى طرية. بصوا ده القوام اللي احنا عايزينه للعجينة بتاعتنا عشان القرص بتاعتنا ما تطلعش مكتومة زي ما انتوا شايفين كده. انا العجينة بتاعتي هقسمها على طبقين. ليه بقى؟ عشان ما عنديش طبق كبير. لو انت عندك طبق كبير هتسيب العجينة في الطبق الكبير ده تختمر لمدة ساعتين. هنغطيها بستريتش راب ونسيبها تختمر لمدة ساعتين يا جماعة. لكن لو في الشتاء هتسيبيها ايه من ساعتين ل3. بصوا انا بقسمها على 2 عشان انا ما عنديش طبق كبير بصراحة، فهقسمها على طبقين. احط جزء في طبق تاني وهسيب جزء في البولة بتاعة العجان. بكون دهنة الطبق زيت. بصوا دي العجينة بتاعتنا، انا عايزاها بالطراوة دي كده. بصوا دي كده العجينة بتاعتنا. هحطها في طبق تاني. انا قسمت كده العجينة جزئين علشان انا ما عنديش طبق كبير، بس ان شاء الله يعني ايه لازم ابقى اجيب طبق كبير وكده عشان ايه ينفع بقى في الكميات الكبيرة اللي بنعملها. فانا حطيت بقى زيت في الطبق بتاعي، دهنته زيت وحطيت فيه العجينة التانية زي ما هنشوف اهو. بصوا يا جماعة جميلة ازاي. هبتدي بقى اطلع برضو بقية العجينة وادهن برضو البولة بتاعتي زيت واغطيها بقى واسيبها لمدة ساعتين بقى يا جماعة ترتاح خالص خالص. لو وراكي اي حاجة بقى روحي واعمليها، عندك مواعين، عندك اي حاجة بقى مع اولادك وايه، وبعد ساعتين ترجعي لها تاني بقى هتلاقيها ما شاء الله كده خمرت وبقت جميلة وارتفعت وبقت هشة وطرية. هنغطيها بقى بستريتش راب. وبجد من الوصفات السهلة الجميلة وهتوفر عليكي بقى في البيت. ممكن اولادك ياخدوا منها للمدرسة وهم رايحين النادي في اي مكان برضو هتبقى حلوة. لو طلعتي رحلة او اي حاجة او يوم كده ايه ترفيهي مع الاولاد. وممكن بقى يا جماعة نحشيها لو عايزين نحشيها عجوة، اي بقى حاجة عايزين نحشيها زبيب. بس بصراحة هي قرص العذراء بتتعمل سادة كده بالسكر بتبقى جميلة. بصوا العجينة قد ايه طرية وجميلة. بصوا هي دي العجينة بتاعتي.
زي ما انتوا شايفين. انا عارفة ان الفيديو ده هيبقى طويل، بس بجد هتستفيدوا منه جدا جدا، وهتوفري بقى في البيت، وهتعملي على طول لاولادك حاجات صحية في البيت. وان شاء الله باذن الله باذن الله يا جماعة القناة تكبر بيكم، واعمل لكم كل الوصفات اللي تنفع لاولادك بقى، ووجبات صحية، واعمل لكم كمان افكار لللانش بوكس بتاع المدرسة هيكون صحي لاولادك، بدل بقى ما يروحوا يشتروا شيبسي او كاراتيه او حاجات ملهاش اي لازمه. لا، انا هعمل لك بقى وصفات وحاجات تقدميها لاولادك في اللانش بوكس. دي العجينه بقى بعد ما خمرت، بصوا كنت مغطياها بقى بالاسترتش راب. هوريكم قد ايه العجينه طريه وجميله. بصوا بقى العجينه ارتفعت وبقت هشه وطريه. بصوا ده القوام اللي احنا بقى عايزينه. العجينه كده بقت جميله وجاهزه بقى معانا. هنقرص بقى العجينة بتاعتنا. بصوا، وده بقى البولة التانية. طبعا لو عندك طبق كبير هتحط الكمية بقى في الطبق وتغطيها برضو وتسيبها لحد بقى ما تخمر لمدة ساعتين. انا عندي ده صاج الفرن. هدهن الصاج زيت. هدهن بقى الصاجة بتاع الفرن دي زيت، انا كنت غسلاها كويس جدا جدا. هدهن بقى الصاجة بتاعتي. ولو زاد مني عجين بقى احنا هنحط العجين الزيادة. عندي صواني بتاعت بسبوسة هحط فيها، لان ما شاء الله العجينة عملت كمية حلوة جدا جدا زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا طبعا هبتدي ادهن الصاج بتاعي زيت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا رشة زيت كده خفيفة هدهن بيها الصاج عشان العجين بتاعي ما يلزقش. وبعد بقى ما هعجن العجينة يا جماعة واختمرت، هنقوم مقرصين بقى العجينة وهنبططها زي ما هتشوفوا معايا كده، وهنسيبها برضو تختمر تاني. لازم نسيبها كده تختمر تاني على حسب بقى ما انت تشوفيها الخمر بتاعها. وبعد كده بتولعي الفرن، يعني انت هتسيبها تختمر، واول ما تقرب كده خلاص قبلها بنص ساعة تقومي بقى مشغله الفرن بتاعك عشان الفرن بتاعنا يسخن ويبقى حلو، والفطير بتاعنا يستوي بيبقى جميل. لازم يبقى الفرن سخن على درجة حرارة 180. بصوا قد ايه يا جماعة طراوة العجينة، وبصوا طالعة هشة وجميلة جدا جدا، وهتتشكل معانا بكل سهولة زي ما هتشوفوا كده معايا. بصوا انا بكورها كده كور صغيرة. انت بقى اعملي الحجم اللي انت عاوزاه حسب ما انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، بس الافضل يعني ان تعمليها كور صغيرة بحيث ان هي لما هتختمر حجمها هيتضاعف فتديكي كمية اكبر. بصوا هعمل معاكم كام واحدة كده في الصاج بوريكم. هنحطها بقى في الصاج بتاعنا، وبعد بقى ما بنرص الكمية بتاعتنا بنبططها كده بايدينا. بجد من الوصفات الجميلة جدا جدا، واول مرة اجربها معاكم بصراحة على القناة، بس طلعت جميلة جدا جدا وبطريقة بقى سهلة وبسيطة. هتعملي لاولادك فطير العذراء، وفي الايام بقى العادية تقدري تعمليها لاولادك برضو. عايزاها بقى محشية عايزاها سادة زي كده، زي ما انتوا عايزين بقى اعملوها لاولادكم هتفرحوهم، وفي نفس الوقت من كيلو دقيق هتطلعي كمية حلوة جدا جدا. لان بصراحة بتروحي الفرن بيديكي القرصة يعني غالية. فعلى احنا بقى هنعمل من كيلو دقيق كمية كويسة، وهنقدر نشيلها في اكياس او في الحافظات بتاعتنا، وهتفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. بصوا انا بعمل معاكم كده كام واحدة وهكمل بقى الباقي مع نفسي. بتكوريها كده زي ما انتوا شايفين. يا رب بقى الطريقة بتاعت الفطير بتاع العذراء دي تكون عجبتكم، ومش مكلفة بجد يا جماعة. هو من كيلو دقيق هتجيبي كيلو دقيق وكوباية سكر وكوباية زيت وثلاث كوبايات وكوبايتين وربع مية ورشة ملح وبيكنج باودر، وهتعملي احلى واجمل فطاير للعذراء. بصوا ده كده بقى الصاج بتاعي. هنبتدي نبططه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا تبطيطه خفيفه كده.
وبعد بقى ما هبطط كل الكمية بقى اللي انا عملتها، هغطيها برضو بستريتش راب واسيبها بقى تخمر. وقبل بشوية كده هنبتدي ان احنا نكون بقى مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. ادي بقى الفطير بتاعنا وجماله وحلاوته يا جماعة. بعد ما طلع من الفرن انا حطيت بقى في سقف الفرن بيستوي، ودول بقى اللي ايه حطيتهم بقى في الصينية. بصوا جمال بقى الفطير بتاعنا وحلاوته، بصوا، وطالع جميل جدا جدا بجد يا جماعة، هش وطري وجميل. وهوريكم دلوقتي، بصوا بصوا قد ايه الفطيرة طرية وهشة وجميلة وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب الوصفة بقى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك الدعم بتاعه، وتشيروا بقى الفيديو عشان غيركم يستفيد منه. بجد هتستفيدوا جدا جدا من فطير العذراء، وتقدري تعمليه في اي وقت. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي. اسيبكم بقى في رعاية